من طالب أزهري لوزير الأوقاف لبرنامج موجود في كل بيت مصري الكل بيتفرج عليه، ومن مواقف سياسية لجماعة الإخوان المسلمين والانفصال عنهم مجرد ما اكتشف حقيقتهم. اتولد محمد متولي الشعراوي في 15 إبريل سنة 1911 بقرية دقادوس بمركز ميت غمر في محافظة دقهلية. حفظ القرآن الكريم كله وهو عنده 11 سنة بس سنة 1922. التحق بمعهد الزقازيق الابتدائي الأزهري وكان شاطر جدا في الحفظ ودماغه كبيرة وبيفهم كويس جدا وذكائه كان باين عليه، وأخذ الشهادة الابتدائية الأزهرية سنة 1923. وأول ما دخل المعهد الثانوي الأزهري كان اهتمامه كله بالشعر والأدب، وبسبب مكانته الكبيرة اللي كانت موجودة ما بين زمايله اختاروه رئيس لاتحاد الطلبة ورئيس لجمعية الأدباء في الزقازيق. وقتها كان معاه الدكتور محمد عبد المنعم خفاجي والشاعر طاهر أبو فاشا والدكتور أحمد هيكل، وكانوا بيوروه كتاباتهم كلها وبيحبوا دايما انهم ياخدوا رأيه. بس أبو الشيخ الشعراوي قرر انه ينقل له حياته دي كلها ويوديه على الازهر الشريف في القاهره. الشيخ الشعراوي كان بسيط قوي وعايز يعيش حياته حياه عاديه زي باقي اخواته ويعدي يومه في زراعه الارض، بس ابوه حول له كل ده ووداه على القاهره ودفع له المصروفات عشان ينقل ويستقر هناك ويكمل باقي دراسته وحياته. حب يخلع ويزنق ابوه فيشترط عليه انه يشتري له كميات كبيره من الكتب في التراث واللغه وعلوم القران والتفاسير وكتب الحديث النبوي الشريف، يعني بيحطوا له العقده في المنشار علشان ما يروح. بس ابوه كان درس وفهمه وعارف انه بيعمل كده علشان يوقفه ويجي بعدها ويشتري له كل حاجه هو كان محتاجها ويبطل له حجته. ورد ابوه عليه وقال له انا عارف انك ولا محتاج الكتب دي ولا حاجه، بس هي جات لك لحد عندك. وده اللي قاله الشيخ الشعراوي شخصيا في لقائه مع الصحفي طارق حبيب. الشيخ الشعراوي التحق بكلية اللغة العربية سنة 1937. وقتها انشغل جدا بالحركة الوطنية والحركة الأزهرية، لأن حركة مقاومة المحتلين الإنجليز سنة 1919 بدأت من الأزهر الشريف، ومن الأزهر خرجت المنشورات اللي بتعبر عن غضب المصريين كلهم ضد المحتلين الانجليز، وكان دايما بيطلع ويلقي خطابات على زمايله في ساحات الازهر، وبسبب ده اتعرض للاعتقال اكتر من مره. وكان وقتها رئيس لاتحاد الطلبه سنه 1934. واتجوز محمد متولي الشعراوي وهو في الثانويه، وكمان ابوه هو اللي اختار له مراته ووافق عليها من غير كلام، وخلف من مراته 3 اولاد وبنتين. اتخرج سنه 1940 وحصل على العالميه وانه يقدر يدرس سنه 1943. ولما اتخرج الشعراوي اتعين فورا في المعهد الديني بطنطا، واتنقل بعدها للمعهد الديني في الزقازيق، وبعدها اتنقل للمعهد الديني في اسكندريه. وبعد فتره خبره طويله جدا اخذت كتير من حياته اتنقل عشان يشتغل في السعوديه سنه 1950، واشتغل هناك استاذ للشريعه في جامعه القرى. بس على حظه في سنه 1963 يحصل خلاف ما بين الرئيس جمال عبد الناصر وما بين الملك سعود، ويمنع الرئيس جمال عبد الناصر الشيخ الشعراوي بانه يرجع للسعوديه، ويتعين بعدها في القاهره مدير مكتب شيخ الازهر الشريف الشيخ حسن مأمون. الشيخ الشعراوي سافر بعدها الجزائر رئيس لبعثه الازهر، وقتها فضل حوالي 7 سنين هناك قضاها كلها في التدريس. وهو في الجزائر تحصل نكسة يونيو 67. وقتها اتقال ان الشيخ الشعراوي سجد شكر لله بان مصر ما انتصرتش والشيوعية لسه موجودة، لان ده كان هيسبب فتنة كبيرة جدا للمصريين في دينهم. ولما رجع الشيخ الشعراوي على القاهرة اتعين مدير الاوقاف لمحافظة الغربية، وبعدها وكيل الدعوة والفكر، وبعدها وكيل الازهر، ويرجع السعودية مرة تانية ويدرس في جامعة الملك عبد العزيز. وفي نوفمبر 76 يختاروا السيد ممدوح سالم رئيس للوزراء، وفضل الشعراوي في الوزارة لحد أكتوبر سنة 78. وهو أول حد طلب إن يكون في بنك إسلامي في مصر وهو بنك فيصل. في يوم من الأيام طلع الدكتور أحمد الشعراوي ابن الشيخ محمد متولي الشعراوي وقال إن السعودية كانت عايزة توسع الحرم المكي سنة 54، لأن عدد الحجاج كان زايد بشكل كبير جدا في كل السنين اللي فاتت. وبالفعل قررت السعودية إنها تبدأ تنفيذ مشروع توسيع الحرم المكي، وتيجي رسالة الملك السعودية وقتها بأن مقام إبراهيم عليه السلام حجر يشبه المكعب وبيعيق الطائفين الموجودين، وخصوصا أوقات الحج والعمرة في شهر رمضان. عشان كده اقترح العلماء بأن يتم نقل المقام كله لورا شوية، وفعلا وافق الملك وبدأوا باتخاذ إجراءات النقل. ويعرف الشيخ الشعراوي إنه هيتم نقل المقام والدنيا تقوم ما تقعدش، واتصل بالعلماء في المملكة العربية السعودية ومصر، بس ردوا عليه وقالوا له الموضوع خلاص خلص وإن المكان الجديد للمقام خلاص اتعمل. فيقرر الشيخ الشعراوي إنه يتصرف وبعت خطاب للملك سعود فورا وقال له إن ما ينفعش الحجر يتنقل لأي مكان، لأن مكان المقام محدد
وهو ده الحجر اللي صعد عليه ابونا ابراهيم عليه السلام، ومش هينفع يتنقل لورا، ما هي مش بمزاجنا. وفعلا ما اتنقلش. في يوم من الايام قابل الشيخ الشعراوي امير الشعراء احمد شوقي، والشعراوي يقول لشوقي انه حافظ ليه قصايد كتيره جدا، فيرد عليه شوقي ويقول له وايه اللي جبرك انك تحفظها؟ فيقول له الشعراوي ان ابوه كان بيديله ريال على كل قصيده كان بيحفظها. الشعراوي عاده كان مسالم جدا في حياته، لكن حصلت معركه كبيره جدا ما بينه وما بين زكي نجيب محمود، لما طلع الدكتور زكي نجيب محمود وقال اننا بنحقد على الغرب علشان بيمتلكوا العلم وادوات الحضاره، واحنا ما عندناش غير شويه كتب من التراث القديم ماسكين فيها بايدنا واسناننا، اللي ملهاش علاقه اصلا لا من قريب ولا من بعيد بالعصر اللي احنا عايشين فيه دلوقتي، وان حقدنا عليهم ناتج عن العجز الحضاري اللي احنا فيه. وعشان يزيد البلاتين قال مثال على اللي عمله الشيخ الشعراوي لما سخر من الحضاره الغربيه واتريق عليها في حلقه من حلقاته الاسبوعيه في تفسير القران الكريم، لما قال ان الغرب مبسوطين علشان طلعوا القمر وايه هي قيمه ده اصلا، واخد منديل من علبه المناديل اللي قدامه وقال اهو المنديل ده افيد بكتير من الوصول للقمر. والموقف ده استفز الدكتور زكي نجيب محمود جدا، وطلع وقال ان الشيخ الشعراوي نفسه اول المستفيدين من الصعود للقمر، لان النتائج الفرعيه للصعود ده هي الاقمار الصناعيه اللي بيوصل ليها رسالته للعالم كله. كمان ان الشيخ الشعراوي قاعد قدام كاميرات التلفزيون اللي بتدخل بيوت الملايين من الناس، ولو فعلا الشيخ الشعراوي جد وقد كلامه كان المفروض انه يرفض يقعد قدام اي كاميرا ويقطع اي حاجه من التكنولوجيا اللي عملها العالم الغربي. بس بعد كل الليله دي اتصالحوا وخلص الكلام. الشيخ الشعراوي اول من كتب واتكلم عن الاخوان المسلمين، وفي سنه 1938 حضر الشيخ الشعراوي الاحتفال بذكرى وفاة الزعيم سعد زغلول، وقام الشيخ الشعراوي وقال قصيدة امتدح فيها الزعيم سعد زغلول، وكمان مدح النحاس باشا زعيم حزب الوفد. ولما عرف حسن البنا اتضايق جدا ان الشيخ الشعراوي مدح في النحاس. بعدها اجتمع الشيخ الشعراوي في اجتماع مع قادة من الاخوان المسلمين وبحضور حسن البنا، ولما الشعراوي قال ان الزعماء السياسيين لازم يتم دعمهم من قبل الاخوان المسلمين وان ده اصلا واجب وطني، اتقدر وقتها كل اللي معاه وقلب وشه، ولاحظ ان كل اللي حاضر كان متحامل جدا على النحاس باشا وبيدعموا صدقي باشا جدا، مع ان صدقي باشا ما كانش ليه شعبيه ولا حاجه بسبب ان ميوله كلها كانت باتجاه القصر. واستغرب الشعراوي جدا من موقفهم اللي واخدينه، ويطلع حد من الحضور ويفاجئ الشيخ الشعراوي ويقول ان النحاس باشا هو عدونا الحقيقي لانه زعيم الاغلبيه، والاغلبيه دي هي اللي مقدرانا اصلا في شعبيتنا، لكن باقي الاحزاب ضعيفه ومش بينافسوهم اصلا. وقتها اتصدم الشيخ الشعراوي وكانت مفاجاه ليه تماما، ده الحكايه مش حكايه دعوه بقى وديننا وكده، دي سياسه وباصين لحته تانيه خالص وطمعانين في الحكم. وفي الليله دي من سنه 1938 قرر الشيخ الشعراوي انه يبعد عن طريقهم خالص وقال لهم سلام عليكم، لان ببساطه كلامهم حاجه واللي عايزينه حاجه واللي بيعملوا حاجه تانيه خالص. ولان ابن الشعراوي كان منضم لجماعه الاخوان المسلمين، بعد القعده دي نصحوا انه يبعد عنهم خالص، وفعلا سمع كلام. الشعراوي عاش اوقات كتير جدا صعبه في حياته، بس من اكتر المواقف اللي اثرت فيه وكانت صعوبة عليه هما 30 يوم اللي قضاهم في السجن بسبب انه قال بعض ابيات الشعر. شعر يا بيه، شعر يا عمنا، لانه كتب قصيدة ضد الانجليز اعتبروها اهانة للذات الملكية، فيتقبض عليه ويفضل في السجن حوالي شهر. وقتها الشيخ الشعراوي كان بيدرس في معهد الزقازيق وكان رئيس لاتحاد الطلبة، واتفجرت بعدها ثورة الازهر سنة 1934. كمان كان له موقف قوي جدا لما هاجم الرئيس الراحل أنور السادات الشيخ المحلاوي، وقال انه بيعترضه شخصيا هو وعيلته، والمفروض انه ازهري ودارس الدين اهو مرمي في السجن زي الكلب. فيبعت الشيخ الشعراوي برقيه للرئيس الراحل انور السادات بيقول له فيها ان الازهر ما بيخرجش كلاب لكنه بيخرج علماء افاضل ودعاء امجاد. وتحت قبه البرلمان يوم 20 مارس سنه 78 حضر الوزير الشعراوي بعد ما قدم المعارض المستشار عادل عيد استجواب لوزير الاوقاف بيتهم فيه الشيخ الشعراوي انه متهاون جدا في استخدام حقوقه عشان يواجه الفساد داخل وزارته. وقال الشيخ وقتها كلمات ربما تكون الاكثر اثاره للجدل في حياته: والذي نفسي بيده لو كان لي من الامر شيء لحكمت للرجل الذي رفعنا تلك الرفعه وانتشلنا مما كنا فيه الى القمه، لا يسال عما يفعل. وكان يقصد بالكلام ده الرئيس انور السادات. علاقه الشيخ الشعراوي كانت قويه جدا بالرئيس الراحل انور السادات، خصوصا يعني لما عينوا السادات وزيرا للاوقاف، بس بدا الخلاف ما بينهم
أول ما اتدخلت جيهان السادات وطلبت من الشيخ الشعراوي إنه يحضر مؤتمر لسيدات الروتري في رمضان. قال لها يا مرحب، ما عنديش أي مشكلة، بس كل الستات اللي هتحضر المؤتمر لازم تكون لابسة الحجاب. بس أول ما وصل المؤتمر لقى محدش لابس حجاب وكمان لابسين قصير، وطبعا اعتبر ان دي اهانة كبيرة ليه. وفي موقف تاني السادات يدعو جميع الوزراء لحفلة، والشعراوي طبعا منهم لانه كان وزير الاوقاف. وفي وسط الحفلة الشعراوي يتفاجئ ان نجوى فؤاد داخلة الحفلة وبترقص على خشبة المسرح. اهلا، وغضب جدا من الموقف ده وادى ظهره للمسرح. وطبعا شاف السادات الموقف ده واتضايق جدا، فيبعت له مندوب بيطلب منه انه يرجع لمكانه، لكن الشعراوي رفض تماما وساب لهم الحفله ومشي. بعد نجاة الرئيس السابق محمد حسني مبارك من الاغتيال اللي حصل له في اديس ابابا، وجه الشيخ الشعراوي وقتها كلمات لمبارك وقال له انه خلاص يعني في نهايه حياته ومش هيختم حياته بنفاق ومجامله، وكان حاطط ايده وقتها على كتف الرئيس وده طبعا ممنوع. وطبعا ده كان هيسبب مشكله كبيره للشعراوي، بس الموضوع عدى واتلم. وقال له وقتها يا سياده الرئيس إني أقف على عتبة دنياي مستقبلا آخرتي ومنتظر لقضاء الله، فلن أختم حياتي بنفاق. إن كنت قدرنا فليوفقك الله، وإذا كنا نحن قدرك فليعينك الله علينا. ومات الشعراوي في 17 يونيو سنة 1998، وجنازته كانت من ضمن أكبر 12 جنازة حصلت في التاريخ حضرها العالم كله. خلصت حلقتنا النهاردة وأتمنى إنها تكون عجبتكم، ولو حد حابب ان احنا نتكلم عن حاجة معينة يا ريت يكتبها لنا في الكومنتات. كانت معكم شروق السرفي في برنامج الحكاية من البداية.